بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أخوتي الأعزاء الأخوة المشاهدين، نستمر معكم وبرنامجنا الأسبوعي وقفات نغمية في القرآن والرد الحسينية. اليوم نتناول إن شاء الله مقام الحجاز، كيفية التعرف على هذا المقام. يعني إحنا شلون نتعرف على مقام الحجاز؟ من خلال عدة وقفات. الوقفة الأولى من خلال الآذان. الآذان هكذا، يعني عندما نسمع الآذان فهذا هو مقام الحجاز. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا مثال على مقام الحجاز في الآذان. يعني عندما تريد تتذكر مقام الحجاز تذكر الآذان. كذلك في المجلس الحسيني، يعني أحيانا يستخدم الخطيب يستخدم طريقة مقام الحجاز في بداية مجلسه الحسيني. احنا أشرنا إلى مقام البيات يكون هو دخول المجلس الحسيني، ولكنه هنالك بعض الخطباء لا يختلف في هذا الأمر، يبدأ بمقام الحجاز هكذا عندما يقرأ يعني المقدمة اللي معروفة، اللي صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يستمر بالمقدمة هذه إلى أن يأتي إلى الشعر. تالله ما أنسى الحسين بكربلاء، مذ قام للتوديع وهو يقول من ذا يقدم للجواد ولامتي، والصحب صرعى والنصير قليل، فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من عظم الفراق يسيل، نروح كل احنا فداياك. هذا النعي اللي يصير بمقام الحجاز. ويا الروح كل احنا فداياك، خذنا للحرب يا حسين وياك، يا ما غيبة يا ابويا واقعدها ياك. هذا مثال للنعي يعني بالمجلس الحسيني. هنا الخطيب شو يستخدم هنالك مقام آخر أو فرع آخر من مقام الحجاز اللي هو هسه نتعرف عليه. ويا الروح كل احنا فداياك، خذنا للحرب يا حسين وياك. هذا الطور يسمى العاشوري. وكذلك يستخدم القارئ مثال آخر للحجاز في نغمة الدللول، اللي هي دللول دللول يا الولد يا ابني دللول، عدوك عليل وساكن الجول. هاي بعض الأمور اللي يستخدمها الخطيب الحسيني في المجلس من مقام الحجاز. عندنا بعد يعني الأخوة
المنشدين يقرؤون، أو هنالك نشيد معروف يقرأ به مقام الحجاز، وهو: لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. بعض اللطميات اللي هي من مقام الحجاز. عندنا لطمية معروفة ومشهورة للمرحوم الرادود الكبير عبد الرضا النجفي: زينب يا غريبة، وهي من مقام الحجاز: زينب يا غريبة الله ايش مصيبة، وجهك يا زينب وين مذبوح اخوك حسين، والجثة سليبة الله ايش مصيبة. توجد هنالك لطمية معروفة للحاج باسم الكربلائي اللي هي: قومن بنات النبي، قومن بنات النبي. هاي من مقام الحجاز، وهي من نغمة الهميون. طبعا راح أتطرق إلى فروع مقام الحجاز. طبعا مقام الحجاز توجد فيه عدة فروع، منها مقام الحجاز كار، وحجاز ديوان، والحجاز الغريب، والتركي، والمدمي، والحويزاوي، والمثنوي، والعريبون عجم، والهميون، وكذلك الطور العلواني. هذه بعض الأمور أو بعض الوقفات التي نتعرف من خلالها على مقام الحجاز، وإن شاء الله نلتقي معكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.